أهلا بكم في أخبار الكوكب المصري من جريدة تحيا مصر حرة. مصر كلها تترقب مواجهة المنتخب الوطني أمام إيران في بطولة كأس العالم، وذلك صباح غد السبت في تمام 6:00 صباحا. كل الأمنيات بالفوز وتحقيق الانتصار بإذن الله. رئاسيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستضيف من 10 ملايين لاجئ ومهاجر، مشدداً على ضرورة زيادة الدعم الدولي الموجه إلى الدولة المصرية لمساندة جهودها في هذا الملف. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة العيد 13 لثورة 30 من يونيو، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من اليوم الجمعة 26 من يونيو عقب نشرة رسمية في الجريدة الرسمية. وفي السياق ذاته، أشاد برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في استضافة ملايين الأجانب والمهاجرين واللاجئين، وذلك عقب استقباله من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. حكومياً، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجود عروض متعددة من شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر. وأضاف مدبولي أن الدولة كانت تستهدف جذب 21 مليون سائحاً، إلا أن الظروف الإقليمية والحرب أثرت على تحقيق هذا المستهدف. كما طمأن رئيس الوزراء المواطنين، مؤكداً أن بيع العقارات للأجانب ليس أمراً سلبياً، بل يمثل فرصة لدعم الاقتصاد، وأن الحكومة تعمل على تشجيع هذا التوجه. وشدد مدبولي على أن الدولة لن تبيع المطارات كما يتردد، وإنما تعمل على تعظيم الاستفادة من أصولها وتحسين إدارتها. وأكد أيضاً أن الحكومة تراجع قراراتها أكثر من مرة لتجنب فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، وأن المواطن يظل على رأس أولويات الدولة. اقتصادياً، أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين، محققاً أداءً جيداً رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن مصر تصدرت دول إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي. كما تفقد وزير الاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية بمدينة العامرية باستثمارات بلغت 14 مليار و700 مليون دولار. أكد وزير التموين أن الوزارة تواصل دراسة مختلف الآليات والتصورات الخاصة بمنظومة دعم السلع، بما يحقق العدالة وكفاءة تقديم الدعم. وفي قطاع الصناعة، تقود شركة نيرك جهود توطين صناعة السكك الحديدية في مصر من خلال عقود جديدة بقيمة 1,600 مليون دولار. دولياً واقتصادياً، أعلن صندوق النقد الدولي إحراز تقدم إيجابي في المراجعة السابعة لبرنامج مصر، مع توقع صرف شريحة جديدة بقيمة 1,600 مليون دولار خلال فصل الصيف. وسجل سعر صرف الدولار وفقاً للبنك المركزي المصري 49 جنيها و46 قرشاً للشراء، و49 جنيها و60 قرشاً للبيع. كما سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء في السوق الثانوية للبورصة المصرية بقيمة 149 مليون دولار خلال تعاملات اليوم. تموينياً، أعلن عن شراكة جديدة بين شركتي كاري أون وكازيون لتطوير المنافذ التموينية والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين. برلمانياً، تقدم 60 نائباً بتحرك برلماني للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة سيستم المعاشات. وثقافياً، سلمت السلطات اليونانية القاهرة عدداً من القطع الأثرية المصرية
في خطوة تعزيز جهود استعادة الآثار المصرية من الخارج. وأخيراً، حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً طقس حار مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وتسجل القاهرة درجة حرارة عظمى 34 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة مئوية. كانت هذه نشرة أخبار الكوكب المصري، ودائما تحيا مصر حرة.